تلاقي ان الكبير صغير غني فقير، ذكي غبي. لما انت مثلا تيجي تقعد مع انسان، مثلا شخص ما قاعد على القهوة، قاعدة في مناسبة عائلية، تقعد معاه في اي حتة مثلا، ويبدأ بقى يحصل ما بينكم فضفضة كلام بقى، وهو بيشكي لك بقى عن همومه والظروف والايام السوداء، وانت نفس النظام تشكيله، وتفضلوا ان انتوا تتكلموا مع بعض، والكلام يبقى عبارة عن انك انت عندك مشاكل وهو عنده مشاكل، والظروف وايام صعبة وايام سودة واحنا مستحملين بالعافية، والكلام اللي زي ده كتير. ما سألتش نفسك ليه هو بيحكي لي عن مشاكله وانا ليه بحكي له عن مشاكله؟ يعني ليه هو بيحصل كده؟ هتلاقي ان الاجابة مثلا معظم الناس هتقولك ان الاجابة هو بيحكي لي عن مشاكله علشان عاوزني مثلا ان انا اتدخل في مشاكله، او اساعده، او اجيب له حل في مشكلته دي. ممكن مثلا في حل هو محتاجه وما خطرش على باله، فعاوزني ان انا اساعده في حل المشكلة. احتمال 99% الاجابة دي غلط. هو بيحكي لك عن مشكلته مش علشان لو مؤاخذة في الكلمة انت اينشتاين مثلا، او انت اذكى واحد في الدنيا، لا، هو قادر ان هو يحكي مشكلته. وغير كده يعني انت لما تيجي تحل مشكلة لازما المعطيات كلها تكون عندك، وانت عندك جزء من المعطيات. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بص، انت ممكن تجيب له حل للمشكلة اللي هو عاوزها، بس الحل ده ممكن انت شايفه صح، بس لما يجي هو يطبقه يطلع الحل ده غلط خالص بالنسبة له. ليه؟ علشان انت ما تعرفش تفاصيل حياته. هو ما قالكش عن حياته كلها، ولا يعرف يقولك عن حياته كلها. في تفاصيل صغيرة لازم أن تكون انت عارفها، فانت بالتالي انت ما عندكش المعطيات كلها لحل المشكلة، انت عندك جزء من المعطيات، فانت بالتالي مش هتعرف تحل المشكلة كلها. ممكن تقدر تحل جزء منها من المشكلة. بس هو لما بيجي يحكي لك عن المشكلة هو مش عايز منك حل، ولا عايز منك انت تشغل دماغك تمام وتدي له حل، او تقول له اعمل كذا وكذا او جرب كذا وكذا. لا، هو مش عايز منك ده كله. هو بيعمل ده كله علشان محتاج الحنية، محتاج كلام حلو، محتاج حد يطبطب عليه،